حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن أهل الأموال سبقونا، إنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل في الأموال، أي زيادة يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر، قال: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه لم يزدكم من لحقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، أي تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فهذا 99. ثم إنهم فعلوا ذلك، ولكن سمع الأغنياء بهذا ففعلوا مثله، فتساووا معهم في هذا الذكر. فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله، وكأنهم يريدون شيئا آخر يختصون به. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.